بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة نحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة تملأ بها خزائنك نورا تفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا يا الله. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن موضوع يخص الطاقات الإيجابية. يعني على قد ما نقدر الموضوع دوت نحاول نطبقه في حياتنا، علشان خاطر يعني في أمور في حياتنا بتحصل وممكن احنا ناخدها بأمور تضايقنا أو تزعلنا. لا، نحاول ان احنا نهون على نفسنا فيها. ايه هو الموضوع اللي هنتكلم فيه؟ ان احنا ما نزعلش على حاجة راحت من ايدينا او حاجة احنا خسرناها. ربنا بيبقى له حكمة في حاجة معينة احنا مش حاسينها او مش عارفينها، بنعرفها فيما بعد. ناس كتير بتقول انا بخسر في حياتي، خسرت فلوس، خسرت وظيفة، خسرت سفر كنت هشتغل فيه. لعله خير. احنا لو دورنا وبحثنا هنلاقي ان احنا لو الامور دي حصلت لنا هنحس بده بعد كده، ان الامور دي كان ممكن تدخل علينا بمشاكل او بهموم او ضيقة. فالواحد ما يأنبش نفسه او ما يقعدش يدور على حاجة يزعل نفسه بيها، ان هو يقول انا لو كان حصل لي كذا او عملت كذا كان زماني بقيت حاجة تانية بقيت. لا، هو احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد و... واللي ربنا كاتبه لنا هنشوفه قبل اي شيء. لكن ان احنا نقعد نحزن نفسنا ونزعل نفسنا على خسائر احنا خسرناها، يبقى عمرنا ما هنتقدم ولا هنقدم خطوة. احنا بنخسر عشان نكسب، بنشوف الحاجة اللي هي مش مناسبة لينا وبتمر علينا عشان نحاول نشوف الحاجة اللي مناسبة لينا. ما نحاولش نصعب امورنا على نفسنا. لو صعبناها على نفسنا مش هنتقدم خطوة. فعشان كده بقول لا تفرح على ما فاتك ولا تحزن، لا تفرح. عشان كده احنا بنقول لا تفرح على ما اتاك ولا تحزن على ما فاتك. اللي ربنا كاتبه لنا احنا بنشوفه، ولازم يبقى جوانا الرضا بالمقسوم والرضا باللي ربنا كاتبه لنا. ولو في حاجة حصلت لينا فيها اذى او كده، فربنا سبحانه وتعالى بيبعد عننا اذى اكبر. يعني لو حاجة احنا مش من نصيبنا وما حصلتش، فاكيد كان هيحصل حاجة اكبر من ما احنا نتحملها. فربنا بيبعد عننا اذى كبير لو احنا ما حصلت لناش الحاجة اللي احنا عايزينها. فلازم نرضى، لان الرضا بالمقسوم عبادة، والرضا ده بيريح نفسية الواحد، سواء احنا عملنا اللي علينا او ما عملناهوش. فده في حد ذاته اللي ربنا كاتبه لنا هنشوفه. احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا ونرضى بالمكتوب. اذا رضيت يا عبدي بما اشاء اعطيتك بما تشاء. فعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا ما نصعبش امورنا على نفسنا، ونحاول ان احنا نهون على نفسنا ونقول ان احنا الحمد لله على كل حال، واحنا احسن من غيرنا كتير. والحاجة اللي مش هتحصل النهاردة لينا احنا عايزينها ان شاء الله تحصل بكرة. وان ما حصلتش اكيد ربنا شايل لنا الحاجة الاحسن. واهم حاجة حسن الظن بالله واليقين بالله ان ربنا هيحقق لنا اللي احنا عايزينه، وربنا يحقق لكل واحد كل ما يرجوه من الله وييسر له اموره. ويا رب دايما كده ابشركم بالخير، ونحاول ان احنا نكون يعني نرضى وربنا ييسر لنا امورنا يا رب.